العسكري المصري لوحده حملة كان واقف خدمة ولمح شوية مهربين مخدرات، طلع وراهم بسلاحه ودخل منطقة فيها قوات اللي ما يتسموش، اتعاملوا معاه فشد أجزائه ووقع منهم 3 واتصاب 2، وبعد ما عمل لهم رعب وقع بكل بسالة وقابل رب كريم وهو شهيد وبطل. من زمان قوي والعسكري المصري رقم مهم في معادلة التسليح، لا تقولي بقى عتاد ولا ذخيرة ولا دبابات ولا مجنزرات ولا طيارات. العسكري المصري طول عمره مرعب في المواجهات المباشرة مع أي عدو، وتقدر تقول كده يفك من عساكر أي دولة تانية 5 أو 6 بالميت. من وقت قليل عسكري مصري اسمه علي السيد كان واقف بيأدي خدمته وواقف مصحصح زي الأسد قريب من الحدود المصرية مع اللي ما يتسموش، وهو واقف لقى شوية ناس غريبة بتتحرك، وكان واضح إنهم مهربين مخدرات قاعدين بيحاولوا يتسللوا من خلال الحدود. ولأنه واقف فايق ومصحصح لكل اللي حواليه اتحرك على طول ناحيتهم، وأول ما شافوه هوب خدوا دولهم في اسنانهم وطلعوا يجروا. يقوم بقى يسيبهم ويقول ماليش دعوة؟ لا طبعا، عمر دي ما كانت عقيدة العسكري المصري. خد بعضه وطلع وراهم وفضل يطاردهم لحد ما وصلوا ناحية قوات اللي ما يتسموش، وهو بيحاول يصطادهم وما كانش ناوي يحلهم الا لما يجيبهم على نقالة يا مصابين علشان يتحاسبوا على الكارثة اللي كانوا بيعملوها. بس ساعتها قوات اللي ما يتسموش ما فهموش ايه اللي بيحصل، وبدل ما الحوار كان بين العسكري والمهربين راحوا هم كمان اتدخلوا وبداوا يتعاملوا معاه. ساعتها العسكري المصري اتحول لأسد مغوار وأظهر معدن المقاتل المصري الحقيقي اللي محدش في الدنيا دي يقدر يقف قصاده في أي مواجهة مباشرة. وقال لك عليا وعلى أعدائي، وبدأ يتعامل مع المهربين وقوات اللي ما يتسموش في نفس الوقت. متخيل حجم الشجاعة والبسالة والإقدام اللي اتجمعوا جواه خلال اللحظة دي؟ ساعتها ما فكرش في نفسه ولا في حياته ولا في أي شيء، كان كل تفكيره إنه يقوم بواجبه مهما كان هيخسر، بس ما يسمحش لحد يحاول يستغل بلده في حاجة غلط. العسكري المصري دخل في مواجهة مباشرة مع قوات اللي ما يتسموش وراح موقع واحد منهم، فباقي زمايله خافوا وجريوا زي الفيران قدامه، راح موقع التاني وبعده التالت، وأثناء ما هو بيجري وراهم قدر يوقع 2 مصابين. بس في اللحظة دي وصلت قوات دعم القوات اللي ما يتسموش اللي كانوا بيحاولوا يهربوا من العسكري المصري بأي شكل ممكن، وهنا الكترة غلبت الشجاعة والرصاص كان شغال عليه من كل ناحية لحد ما وقع من طوله علشان يقابل رب كريم، وهو حاسس بالعزة والكرامة انه ما استسلمش في لحظة سواء للمهربين او القوات اللي كانت عايزة توقفه عن انه يقوم بدوره في حماية بلده من المهربين. وبدأت تنتشر صورة مزعومة للعسكري البطل الشهيد واللي هتفضل قصته وصورته محفورة في أذهاننا لحد ما ربنا يكتب لنا نقابله في يوم من الأيام. ربنا يرحمك يا بطل.